سلام سلام، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. اليوم حبيت نشارك معكم الرولي. يجي طري ومفرمج وبواحد لاصوص ما ديري فيها فرماج ما والو، وتجيك خيثرة وبنينة. كملوا لي الفيديو حتى للاخر باه تستفادوا. عندي نص صدر تاع دجاج، نص صدر كبير شويه، راح يخرج لك بودا مليح يعشي عيله. راح نزيد عليه البصله، ديجا انا كنت رحت معاه شويه تاع بصله، نربي ليه حتى 4 سنات تاع ثوم، كميه تاع دبشه ولا معدنوس، ومن الاحسن تكون دبشه خير. نزيد عليه مغرفه تاع خبز مرحي تكون معمره شويه، شابلور شويه تاع ملح. راح نزيد 2 مغارف تاع زيت كبار، راح يخلي ولا زبده، راح يخلي لنا الدجاج تاعنا ما يجيش ناشف، يجي طري. حطيت الفاح، درت فلفل اكحل، فاح مخلط، شويه تاع كمون، كركم، حسب الكونتيتي تاع الدجاج تاعك فوحي. نخلط كلش بيديا حتى لي تفوح لي هذاك الدجاج بالشكل هذا. من جهه نجيب ورق الالومنيوم وفوقه ورق السلوفان، نفرشهم بالشكل هذا ونفرغ عليهم الخليط تاع الدجاج اللي مفوح كيما هكا. نحلو هكا شوي بالعرض، ونجيب له الفرماج، نديرو هكا مرسو تاع الفرماج بالشكل هذا في النص. نعمر كامل النص بالفرماج، ومن بعد نبدا نقفل فيه كيما هكا. الرولي بالسلوفان ونديروه على شكل كعبة الحلوى، ونزيد عليه الورق الالومنيوم ونزيره مليح، ونديرو في الكسكاس نغطيه نخليه حتى يطيب. الدجاج مش هو ما يديش وقت ياسر، وحتى لي فور. من جهه نوجد لاصوص تاع الزيتون تاعي، نحط مغرفه كبيره تاع زبده، نزيد عليها نص راس تاع بصل، 3 سنات تاع ثوم، ونقليهم مليح. كي تقلوا مليح نزيد عليهم كميه تاع زيتون. الزيتون انا ما نغليشو باش ما تروحليش ليه البنه تاعو، نديرو في كميه تاع ماء ونبدلو الماء حتى 2 ولا 3 ونخدم بيه. نزيد شويه فواحات مخلطه، نزيد عليهم ورقه تاع رند، كركم، شويه فواحات مخلطه فيهم شويه كمون ثاني، فلفل اكحل، ملح، ما نكثرش لانه زيتون، شويه برك كيما هكا، ونمرق بالماء ونخليها حتى يطيب لي لاصوص. وين يطيب لي البودات تاع الدجاج ندير شويه زبده في المقله ونحمره بالشكل هذا. شوفوا لي راهو طري وك الفرماج هذاك ذايب في النص. مش راح نقول لكم بنه وريحه. كملت قصيت البودات تاعي ولا صوص تاعي ثاني راهو طاب. شوفوا لي المنظر راهو خاثر بنين، بلا فرماج لا كريم فريش والو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، تكونوا استفدتوا منه. ما تنسونيش بالدعم في القناه.